ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هسلق معاكم الفراخ او اللحمه، وان شاء الله هتبقى شوربتكم رايقه وحلوه كده للناس اللي بتشتكي من غمقان الشوربه. هقول لك على الطريقه سهله وهتعجبك ان شاء الله. اول حاجه الميه بتاعتي غليت، هبدا اسقط الفراخ بتاعتي زي ما انتوا كده شايفين. ادي كده سقطت الفراخ بتاعتي، ومن النهارده مش هتشتكي من غمقان الشوربه تاني. اول حاجه معايا هنا طماطمايه متقطعه 4/4، وبصلايه 4/4، وجزر، ومرقه كده ماجي بطعم الفراخ، ورق لورا. هبدا احط كل الكلام ده في الشوربه بتاعتي. ومعايا كمان هنا شويه ملح وشويه بهارات صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين، وشويه بهارات وملح زي ما قلت. بس كده تمام. الشوربه بتاعتي بقت بالطريقه، هتفضل رايقه معاكي لما تغلي بقى وتستوي. هوريها لك تكون رايقه وجميله، والمكونات اللي فيها مديها ريحه وطعم حلو. ما تكتريش الفلفل الاسمر، هو اللي بيغمق معانا الشوربه. كتر التوابل هي اللي بتغمق الشوربه. بعد ما تستوي بقى هوريها لكم تبقى صافيه ورايقه وجميله. وانا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. كده بقى بتكون الشوربه بتاعتي. شايفين اللون بتاعها؟ شايفين صافية كده وحلوة ازاي؟ شايفين يا جماعة شوربتنا بقت جميلة وحلوة ازاي؟ بصي على كمان، وريحتها تحفة، وكل حاجة فيها مستوية وتمام. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا باي باي، مع السلامة.